من الفضائية الإريترية نقدم لكم نشرة مفصلة للأخبار المحلية والعالمية المستهل بالعناوين. عملية تسليح المؤسسات الصحية في شمال البحر الأحمر تسجل تقدما ملحوظا. مشروع قرصة الزراعي يخلق فرص عمل. منطقة لبنان بمديرية لوكو عنسبة تشهد أنشطة تشجير أهلية. قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي على مواقع للجيش السوري وحزب الله. الهند تقول أن قواتها سيطرت على مرتفعات في الهيمالايا. قتيل ومصابين في انفجار شمال العراق. أهلا بكم. تسجل عملية تسليح المؤسسات الصحية في إقليم شمال البحر الأحمر من حيث الكادر البشري والمعدات الطبية تقدما ملحوظا. وأوضح مسؤول الصحة العامة في مديريتي مصوع ودهلك الممرض محفوظ صالح لوكالة الرناء إنشاء 3 مؤسسات صحية في إطار الاستثمار الجاري في مديرية دهلك لضمان صحة المواطنين، وجرى العمل لتعزيزها بالمعدات الصحية والكادر الصحي أدى ذلك إلى تقليل النواقص السائدة. وقال أن المؤسسات الصحية المشيدة تساهم بفعالية في رفع الوعي المجتمعي وضمان صحتهم، ونتيجة لذلك ظلت الأمراض والوفيات تنخفض من حين لآخر، معبرا عن أمنيته الكبيرة لإيجاد النواقص النادرة حلا مستداما. وأوضحت مسؤولة الشؤون الطبية الممرضة بلغا هيلا مريم بأن المؤسسات الصحية ال4 في مديرية مصوع تقدم خدمات ناجحة في متابعة قبل وبعد الولادة والتطعيم المنتظم ومتابعة صحة الأطفال دون سن ال5 سنوات، وخدمات طب الأمراض المعدية وغير المعدية والسيمينارات الصحية، بالإضافة إلى فحوصات الملاريا والسل وغيرها من الأمراض، مشيرة إلى المسائل الحساسة الجارية لتقديم خدمات جيدة بالتعرف على النواقص وإيجاد حلول لها. أوضح السكان بأن مشروع قرصة الزراعي فتح لهم فرص العمل وتحسين حياتهم الاجتماعية والاقتصادية واكتساب ثقافة العمل. وأشار السكان إلى أن التنمية المستمرة على مدار السنة مكنتهم من العمل الدائم والتعرف على الزراعة المروية. وذكر مدير مشروع قرصة الزراعي السيد يماني تسفى ميكيل توسع النشاط الزراعي المطري والمروي في المشروع وازدياد العمال ويجري العمل إلى جانب المدفوعات المالية والعينية لهم لتعريفهم بالزراعة الحديثة. وينشط مشروع قرصة الزراعي في زراعة الخضروات والفواكه وتربية الحيوانات، ويعتبر من المشاريع الزراعية الكبيرة في مديرية قلوج. تشهد منطقة ليبان في مديرية لوكو عنسبة إقليم القاشبركة أنشطة أهلية للتشجير في المحميات. وأشار المدير التنفيذي للمنطقة السيد تسفاي كستي إلى أن النفير الأهلي الذي استمر لفترة أسبوع لقرص الشتول في محمية عدقالو تم حفر حوالي 20,000 شتلة قدمت من مشتلي بيت قرقش وحمبرتي. وذكر السيد تسفاي بأن الأشجار المغروسة قبل 28 عاما نمت جيدا وتوجد في وضع جيد، وقد نظم النفير لقرص الشتول في الأماكن المكشوفة وتعويض الأشجار التالفة. وأوضح السكان أن أعمال المراقبة والحراسة التي يقومون بها بالتعاون مع إدارة المديرية ووزارة الزراعة أسهمت لنمو المحمية التي أقيمت عام 1993. وتمتلك ضاحية ليبان محمية مقامة على مساحة 350 هكتارا، وتحولت إلى أرض خضراء لقرص الأشجار سنويا في الأراضي الجرداء، وحصلت على شهادة تقديرية من وزارة الزراعة لأنشطة التشجير النموذجية. تبرع سكان مناطق سساح وكورباريا وتخول وعدة وما عداقة في مديرية دكم حريب بالإقليم الجنوبي ب 412,000 نغفة تم توزيعها لأسر الشهداء والمحتاجين. وأفاد مراسلي الرنا بأن الدعم المقدم الذي وزع للمحتاجين تم توزيع 14,000 نغفة في عدي غولاغول و200,000 نغفة في منطقة تخول و82,000 نغفة في ماي حواسو و54,000 نغفة في ماي عراتو و23,000 نغفة في ضاحية سساحة. كما قدم جمعية معاقي الحرب في المديرية دعم مالي ل 39 محتاجا من أعضائها.
الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، لا تذهبوا بعيدا. تسبب القصف الإسرائيلي على سوريا ليلا بمقتل 12 شخصا غالبيتهم مقاتلون موالون لدمشق، وفق حصيلة جديدة أوردها المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال المرصد أن قتلهم 3 من قوات النظام و7 من المسلحين الموالين لإيران من جنسيات غير سورية، بالإضافة إلى مدنية واحدة جراء قصف إسرائيلي طال مواقع عسكرية لقوات النظام جنوب غرب دمشق وأخرى المجموعات الموالية لإيران، بينها حزب الله اللبناني في ريف درعا شمالي في جنوب سوريا. وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا من جهتها أن وسائط الدفاعات الجوية التابعة لها تصدت وأسقطت معظم الصواريخ قبل وصولها إلى أهدافها. وهذا القصف هو الثاني من نوعه خلال الشهر الحالي، إذا أعلنت دمشق في الأسبوع الأول من أغسطس أن دفاعاتها الجوية تصدت لقارات جوية. قالت إسرائيل أن طائرتها شنتها في جنوب سوريا. قال مسؤول هندي بارز أن القوات الهندية انتشرت على 4 قمم جبلية استراتيجية بعدما وصفته نيودلهي بأنها محاولة توقل صينية عبر الحدود المتنازع عليها في جبال الهيمالايا، فيما يلاقي الضوء على التوتر المحتدم بين البلدين. وقال المسؤول الهندي الذي اطلع على أحدث التطورات أن تحرك القوات الهندية جاء ردا على محاولة عدد كبير من قوات المشاة الصينية التوقل عبر ممر جبلي رئيسي. وقال المسؤول الهندي أن الجنود الصينيين المدعومين بمركبات عسكرية اقتربوا بما يكفي للانخراط في جدال لفظي مع القوات الهندية، لكن لم يقع اشتباك. وتنفي الصين أن تكون البادئة بالتحرك. واتهمت متحدثة باسم السفارة في نيودلهي القوات الهندية بتجاوز خط السيطرة الفعلي، وهو خط الحدود، وارتكاب استفزازات صارخة. وتمت مواجهات بين القوات الهندية والصينية منذ شهور بمنطقة لاداخ في غرب الهيمالايا، ويتنازع جانبان على الحدود منذ أكثر من نصف قرن. كشفت السلطات العراقية عن مقتل سيدة وإصابة 3 من رجال الأمن جراء انفجار سيارة مفخخة عند نقطة تفتيش على طريق تكريت كركوك 250 كيلومتر شمال بغداد. وقالت خلية الإعلام الأمنية في العراق أن دراجة نارية مفخخة انفجر في سيطرة جسر مريم بيك طريق تكريت كركوك شمالي البلاد. وأضافت الخلية في بيانها أن الانفجار أدى إلى مقتل امرأة وجرح 3 منتسبين كمعلومات أولية عن الحادث. في واقعة غير مسبوقة، أطلق عملاق شبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك تهديدا شديد اللهجة لأستراليا، متوعدا فيه بحرمان مؤسساتها الإعلامية وسكانها من نشر الأخبار المحلية والدولية. وذكرت صحيفة جارديان البريطانية أن فيسبوك هدد بمنع المستخدمين من نشر الأخبار فيه وعلى منصات الانستغرام التابعة له، في حال أقر قانون إعلامي جديد سيجبر المنصات مثله على الدفع مقابل محتوى الأخبار المنشورة فيه. وتدعم مؤسسات إعلامية كبيرة في أستراليا مشروع القانون باعتباره وسيلة لتعويض الخسائر التي تكبدتها وسائل الإعلام بسبب شبكات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك التي استحوذت على الإعلانات. وتصير إحصائيات جامعتها جامعة كامبرا أن 39% من الأستراليين يعتمدون على فيسبوك في الأخبار العامة، و49% منهم يعتمدون عليها في أخبار فيروس كورونا على وجه الخصوص. انتهت النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية، وإلى اللقاء.